هارد لك للجزائر هذا الخروج. تعليقك وحيد بعد أن تأهلت نيجيريا على حساب الجزائر؟ طبعا خسارة أمام منتخب قوي، غير هذه مفروغ منه. أنا لن نتحدث في البداية عن الأخطاء التي ارتكبها المدرب، لكن أنا أبدأ مباشرة بأخطاء تحكيمية. ما شاهدنا اليوم مهزلة، فضيحة، سميها جريمة في حق كرة القدم، مجزرة صراحة في حق التحكيم الإفريقي، في حق الكرة الإفريقية، في حق الكرة العالمية، من حكم مكلف بمهمة طرد المنتخب الجزائري، ليس إقصاؤه فقط من الدورة. هذا الحكم صراحة منذ البداية أظهر نيته من البداية. ضربة جزاء لم يحتسبها ولم يرجع حتى للفار، هذه لأول مرة تحدث. والغريب في الأمر توزيعه لبطاقات صفراء مجانية للاعبين المنتخب الجزائري، حتى إن كان اللاعب الجزائري لم يرتكب أي خطأ. أخطاء كثيرة ارتكبها هذا الحكم، صراحة مجزرة لما تتحدث عليها الإعلام الأجنبي يستصبح سمعة الكرة الإفريقية. صراحة شوف، بدون الفار بخط التماس يمكن الحكم يعلن عن ضربة جزاء. أنا استغرب لا الفار تدخل ولا حكم التماس. الحكم التماس للعين فقط هو أكثر واحد لاعب ضد المنتخب الجزائري، حتى لما تكون مخالفة جنبه لم يرفع ركلة جزاء حقيقية. نعم، ركلة جزاء بالعين المجردة، من الزاوية الأخرى، لا تحتاج إلى العين المجردة، لا تحتاج إلى أي شيء. هذه مبينة أنه في حكم ستان لاربيتر فيسيو باللغة الفرنسية، هذا المصطلح الذي يجب أن يقال. ترجم منحاز، حكم منحاز لهذه الدرجة، أكيد منحاز. جريمة في حق المنتخب الجزائري. طبعا المنتخب الجزائري خرج ولم يكن في المستوى، قل ما شئت، لكن تخيل لو احتسب ركلة الجزاء. احنا لم نبدأ بشكل جيد، لو احتسب ركلة الجزاء أمور كثيرة ستتغير. الحكم كان ليس بالمستوى، وشاهدنا كروت بالمجان كما تفضلت، وشاهدنا ركلة جزاء يجب أن تحتسب للجزائر، ورأينا أمور كثيرة يا فتحي كما ذكر وحيد. انتهيت؟ لا تفضل. لما نوصل في قارة إفريقيا الإعلام الأجنبي، هذه كرة، لاعب المدافع المنتخب النيجيري هو شوف هو من ذهب للاعب أيت نوري في الأخير قام بإنذار أيت نوري. نعم. غريب جدا، وكان قريب من اللقطة، أخرج اللاعبين من المباراة. كان يجب أن ينذر حارس المرمى لأنه تهجم على أيت نوري. تهجم، هو من تهجم عليه، هو كان قريب من اللقطة. لا، كان يريد إذا كان عذر الحكم تهجم أيت نوري يعطي إنذار لحارس المدافع النيجيري. صحيح، إذا كان هذا مبدأ، هذا إذا كان يريد العدالة في المباراة يجب أن يقوم بذلك. الحكم كان يعرف جيدا العقلية الجزائرية، إذا قام بإخراج بطاقات صفراء وكان ضد اللاعبين الجزائريين سوف يخرجون من المباراة. هذا ما حدث بالذات يا أخي. لما يوصل الإعلام الأجنبي يتحدث عن سمعة هذه البطولة، حتى في مباراة المغرب أخطأ في حق المغرب. لا، سمعة هذه البطولة لا أكيد سمعة. لا بشكل عام قد نتكلم عن الحكم واتفقنا معك مع الحكم، لكن سمعة البطولة أكيد. بشكل عام سوف أذهب معك بعيدا في هذه النقطة. أنا وفتحي كنا دافعنا على إقامة البطولة كل سنتين. أنا الآن بهذه الفضائح. طيب تكلمت 4 سنوات 10 سنوات كثيرة. أترك المجال لبدر، البطولة في المغرب. لا قطعا لا يمكن أن نعلق أخطاء التحكيم أيا كانت طبيعته، أي كان على البطولة بشكل عام. البطولة محققة نجاح على أعلى مستوى، فنيا جماهيريا، الكل يتحدث. ماذا يقصد وحيد؟ هو قصد على أن المنتخب الجزائري اليوم ربما يكون تضرر. هذا ما قلت له، نعم، ونتفق أن تضرر، لكن أن تكون هذه القرارات مبرمجة وهذا التحكيم مبرمج أساسا لإخراج المنتخب الجزائري من البطولة، أعتقد على أنه مغالى فيه نسبيا. لماذا؟ لسبب واحد، هو أننا نحيد للمنتخب النيجيري جدارته في تحقيق هذا الفوز. المنتخب النيجيري كان متفوق. طيب على كافة المستويات. طيب ماذا تقول عن ركلة الجزاء والبطاقات الصفراء التي وزعت للمنتخب الجزائري مجانيا وكذلك؟ لا، شفنا اللقطة، الحكم جنبه يا وحيد لدرجة أنه يحتسب أو يعطي للاعب الجزائري كرت أصفر والثاني يا وحيد، أنا وافقتك على أن الحكم غالى في إخراج الأوراق الصفراء للاعبي المنتخب الجزائري. ضربة الجزاء، ماذا يفسر ذلك؟ ضربة الجزاء أنا بستغرب لماذا لم تنادي غرفة الفار على حكم المباراة لتظهر له اللقطة وتدعوه لمشاهدتها على الأقل. هذا يدل أن الحكم كان منحازا وكان يرتكب جرائم في منتخب الجزائر.
شوف انا لا استطيع ان اصفها بالجريمه. انت لكن انت انا بالنسبه لي حتى نكون امناء. المنتخب الجزائري اليوم ربما ادى غاليا ثمن الجهد البدني الذي بذله. لا نتحدث عن امور فنيه، انا تحدثت في البدايه قلت ان المنتخب الجزائري كان سيئا. لا تحدثت عن التحكيم، بهذا التحكيم. لا هل تعتقد أنت كبدر الدين غطيت كثير بطولات في إفريقيا. نعم. ليست أول مرة تحدث هذه المهازل في إفريقيا. صحيح. ليست المرة الأولى. فضائح كبيرة كل سنة يتم إقصاء حكم من لجنة التحكيم. أنت تعرف جيدا هذه السنة تم تغيير لجنة التحكيم مرات عديدة. وأنت تعرف جيدا المهزلة اللي صارت قبل دور ربع النهائي في تعيين الحكام لآخر ليلة. ماذا يدل ذلك؟ أليست مهزلة هذه؟ هل يوجد مهزل أكثر من هذا؟ أنا أغار على هذه القارة كما تغار أنت كما يغار فتحي أن يصل الإعلام الأجنبي يتحدث عليها. فتحي طيب فتحي وصابر يفصلون في ما سمعنا من وحيد وبدر في هذه الفكرة وهذا المحور. لا بالطبع شاهدنا المقابلة وشاهدنا كيف أن الفار مرة أخرى أنا أعطيته تسمية تطبق عليه اليوم. شاهد ما شافش حاجة الحكم الفار في عملية ضربة الجزاء، لأنه ضربة الجزاء كنا نتفرج معا وقفنا الكل ضربة جزاء. غريب عدم احتسابها. الفار ما عيطلوش. إذن ثم فاجأنا كذلك تصرف الحكم مع اللاعبين الجزائريين وكأنهم تلامذة عنده، وكأنه معناها أي تصرف من أي لاعب جزائري يجبد له الكارت. وورينا تعسف كبير من الحكم في سحب البطاقات الصفراء مع اللاعبين الجزائريين. شوف واضحه يعني. لا واضحه. اي شخص معناها احنا نتفرجوا بالعين المجرده ريناها ضربه جزاء. يا اخي ركله جزاء يعني ها صابر الكل يتفق ان ركله جزاء وجزاء. تتفق يا صابر ركله جزاء؟ انا عندي تعليق انا مش هقول تعليق مجزأ، انا عندي تعليق بس بعد تفضل. بس ركله جزاء طبعا ركله جزاء الكل يتفق ان الجزائر لها ركله جزاء. ركله جزاء مش عايز اتكلم. انا عندي تعليق في 3 نقاط. النقطة الأولى هو أولاً الحكم اسمه عيسى سيء، فعيسى سيء وناقص له همزة عشان يبقى عيسى سيء. الحكم السنغالي اسمه عيسى سيء، ده اسمه الطبيعي مش أنا اللي بتبلى عليه، فمحتاج همزة بس. ولكن أنا ألوم على وحيد في إنه اتكلم على الحكم ما اتكلمش على الفار. المخطئ الأكبر في هذه المباراة هو الفار مش الحكم. شوف عيد ضربة الجزاء تاني أو الكرة اللي احنا بنقول عليها ضربة جزاء، زاوية الحكم فين والكرة فين؟ أنا اللاعب جت في إيدي هنا والحكم هنا. يبقى إذا زاوية الرؤية محجوبة عن الحكم بنسبة 100%. لماذا لم يتدخل الفار؟ ده السؤال بقى. يبقى انا هنا اتكلم على زاويه الحكم. يبقى انا هنا شوف صابر شوف حكم التماس جسم اللاعب اكمل فكرتي. جسم اللاعب حاجب الرؤيه عن الحكم. يبقى هنا في حكم جابوني اسمه بيير اتشو موجود على الفار. بيير اتشو ده له جريمه مرتكبها في النسخه الماضيه في مباراه السنغال وكوت ديفوار، وكان سبب السنغال قدم فيه شكوى رسميه وطالب انه الحكم ده ما يتواجدش المباراه. يعني نتفق ان الجزائر تضررت من التحكيم اليوم. ولكن في جزئيه بدر كمل في اخر الجزئيه الثالثه كنت اتمنى ان وحيد يبتدي بانتقاد منتخب بلاده. صحيح الحكم لا انا قلت لن اتحدث الا بعد ان اتحدث عن المنتخب الجزائري. انا تحدثت في البدايه عن يعني انت تقول الوحيد وين يبدا في اي جزئيه. في وحيد انا تحدثت في البدايه هذا لا يعني ان المنتخب كان سيئا، لكن هذه النقطه والاخطاء التي ارتكبها المدرب سنتحدث بعد ان نتحدث عن هذه المهزله التي تسيء على سمعه الكره الافريقيه. انا تحدثت عن الاعلام الاجنبي الذي يخصص حلقات حصص للتحدث عن هذه المجازر. يا وحيد بس فتحي يا وحيد نتكلم عن الاعلام الاجنبي. احنا في المسائل الرياضيه الكل اتفق على تضرر الجزائر من التحكيم. احنا تكلمنا معاك ان الكل تضرر. ركله جزاء وكروت بالمجان ذكرناها معنا. مش مختلفين فيها ابدا. نحن نتحدث الان عن بطوله افريقيه عريقه. بطوله لا يشاهدها بطوله بدر يشاهدها كل العالم. يشاهدها البطوله بشكل عام. لا لا انت تقول بطوله. انا قلت لما البطوله هذه يكون فيها تنظيم جيد والجمهور حاضر بشكل جيد حكم مثل هذا التحكيم تصرف فار يا وحيد تنسبه للمجموعه. وحيد احنا لما عملنا تقييم يا وحيد لما عملنا تقييم لدور المجموعات ويذكر مشاري هذا الامر اننا خصصنا جزء للحديث عن التحكيم وقلنا بان وعن الفار نتكلم على التحكيم نتكلم على التحكيم برمته، وقلنا على ان التحكيم يكاد يكون هو الحلقه الاضعف الان في مسلسل كره القدم الافريقيه ولا يتماشى
مع الوتيره المتصاعده على مستوى التنظيم، على مستوى المستويات الفنيه، وعلى مستوى الادارات الفنيه للمنتخبات. اخطاء بالجمله، لكن انا بتساءل مثلكم، لماذا لم يتدخل طيب حكم الفار؟ فتحي لم يتدخل حكم الفار. هل حكم الفار شاهد على ان لمسه اليد كانت على الخط او لمست الجسد قبل؟ شوف، الجسد قد يكون الفخ ممكن انا بتساءل لكن اقرب اذا وصف فتحي شاهد ما شافش حاجه. شاهد ما شافش حاجه قلناها وانتهى الموضوع. بربي صديقي وحيد مرتين يستعمل عباره الاعلام الاجنبي، يتكلم شيمنا في الاجنبي، مركب الاجنبي يحبون الاجانب. لا هو ياكد كلامه قصدي يعني. لا هو متحسر من الاعلام الاجنبي اللي يحكي علينا. متحسر ما نتحسر. لا انا قلت ما نتحسرش عليهم. لا بس ما قاطعك وحيد خلي يكمل فتحي. ما قاطعك يا وحيد. ما تغيرش. لا ما نتحسرش منهم وما نسمع يا وحيد. عاد خلينا بس وحيد عفوا ما قاطعك. يكمل ويعطيك اللي تحت فرصه. يكمل. تفضل. يا ولدي انا اللي يهمني انا ننقد التحكيم نتاعي، انا ننقد الدوره نتاعي. اما انت تتحسر خاطر في فرنسا ولا غيره قالوا ما يهمنيش فيهم. هو يثبت هو ما يهمنيش. ليست اول مره فرحي، مشت هذه الاول مره. الفضيحه اللي صارت مع المنتخب التونسي مع منتخب مالي، الفضيحه اللي تحدثنا عليها كل سنه نتحدث عن فضائح تحكيميه سواء مع المنتخبات مع الانديه. انا قلت اليوم خل فتحي يكمل انا شاهدت اليوم وامس شاهدت ما تداوله الاعلام الاجنبي عن البطوله. جميل. ما حد قال هذا يسيء لنا. انا اغار على هذه القضيه. طيب احنا ذكرنا اذا كنت فتحي او بدر الدين او صابر لا يغارون على القرار. لا امر اخر. لا احنا تحدثنا معك وسالت الجميع، الكل ذكر نفس الشيء. تفضل يا فتحي. لا شوف، انا ما عندي ما نعطي حتى اهميه للاعلام الاجنبي، لان الاعلام الاجنبي قال في العرب وفي الافارقه في كاس افريقيا مش من اليوم ما يحبوناش يا وحيد، ما يحبوناش. وانت ذكرت التحكيم اليوم انه واحنا الكلنا عملنا حتى حصه جزء كبير قلنا الحلقه المفرغه وحكم اليوم كارثه وقلناها يا وحيد. اما انا ما يهمنيش في الاجنبي ديما عندنا بس ترى شوف خروج وحيد وهو جزائري. لا فتحي خروج وحيد وهو جزائري يعني يلتمس الالم والمشاعر في مساله هو يعبر عن الالم اكثر منه، لانه شعور الشعب الجزائري بصفه عامه انا الم اكثر منه، لانه تعمل في ملحمه كبيره والفريق الجزائري عنده اقتناع، او الشعب الجزائري اللي يتابع عنده اقتناع وانه مسيره الفريق الجزائري ما كانش سهله، وكأنه مرة بوركينا فاسو جات في المجموعات ثم الكونغو ثم نيجيريا. إذا متفقين على الحكم بالمستوى الفني الميزان ما بين نيجيريا والجزائر متفقين، ولكن وأنا ونخلي له الأمور الفنية. اليوم لو أعطت ضربة الجزاء وسجلت ضربة الجزاء نيجيريا كانت تترشح للأمانة. لا يا فتحي نيجيريا لا في بداية لا علمتنا كرة القدم في دروس سابقة. لا أنا بعطيك ذلك. لا تعطيه رأيك، لكن في دروس سابقة من ركلة جزاء تتغير الأمور، يتغير السيناريو وترتفع المعنويات وقد تنزل في نيجيريا. أنا تلمو نحب فريق الجزائر ما نحبش نغلطه. راهو اليوم مقابله نتاع اليوم مرجع ودرس. طيب راهو المستوى نتاع الفريق الجزائري صحيح ممتاز ورائع، لكن مازال ناقص نضج. فريق النيجيري هو اعلى مستوى. وحيد انا لا اتحدث عن الاخطاء التحكيميه، لان الاخطاء التحكيميه موجوده حتى في اوروبا. اتفقنا على لكن لا دقيقه فقط. هذه نقطه اخيره. لا انا اتحدث عن حكم مكلف بمهمه اقصاء منتخب الجزائري. من كلفه بهذه المهمه؟ هذا السؤال من بدر. هل هذا السؤال من بدر؟ لا انا هذا الكلام لا هذا الكلام وحيد الله يرضى عليك. هذا الكلام موجه لجنه التحكيم. لا نستحضر. ذكر مكلف من مين؟ جاوب. هذا الكلام هذا السؤال انت جاوب. انت قلت مكلف بمهمه. مكلف من من؟ مكلف بمهمه اقصاء المنتخب الجزائري. من هذا الكلام موجه للاتحاد الافريقي. طيب من لو اراد الاتحاد الافريقي يقصي في دور الربع امام الكونغو، هل هذه اول مره تحدث ازمه تحكيميه مع الجزائر؟ اخطاء تحكيميه تحدث لاول مره في مباراه الجزائر، ما حدث في المباريات السابقه. انت بنفسك قلت هذه ركله جزاء
فتحي قال ركله جزاء، فتحي تحدث وصابر تحدث عن الاخطاء التحكيميه. يا وحيد هذه الاخطاء التحكيميه لم تكن عاديه يا بدر الدين. انت وضعت التساؤل وهو اجابك. وحيد انت ما كملت الاجابه، كمل الاجابه. انت قلت بعظمه لسانك مكلف. حتى المنتخب المغربي حرم من ضربة جزاء او ارتكبت في حقه ضربة جزاء، وتستجيب المنتخب التونسي. يعني كل المنتخبات تاثرت باخطاء تحكيميه، لكن ولا منتخب تحدث على ان هناك حكام مكلفين بمهمه. لا، حتى اكون صريح معك، حتى ركله جزاء انا بالنسبه لي كانت اقل من الاخطاء التحكيميه اللي صارت على اللاعبين المنتخب الجزائري. الكروت بالمجان، اللاعب بطاقة صفراء، طيب. لاعب جزائري او لاعب مغربي يخرج من اطار مباراة. لما اللاعب يشوف انه هذا الحكم مستقصده اكيد راح يخرج. عفوا، السؤال تضررت من اخطاء التحكيم، واتفقنا انه اخطاء تضررت وظلمت من خلالها الجزائر، لكن هل كان شيئا متعمدا مكلف بهم؟ هذا هو السؤال. لا شويه. انا بالنسبه لي انا عارف جيدا التحكيم الافريقي. طيب بدر الدين يعرف هذا الشيء. انا حزين، انا يعرف جيدا التحكيم من مستوى التحكيم. لا خلاص، دام يوجه السؤال لبدر اعطيك بعد بدر. تفضل بدر. لا، انا على اتفاق كامل من ان كانت هناك اخطاء تحكيميه، لكن لا تصل الى مستوى انها مجزره، لا تصل الى مستوى ان الحكم مكلف بمهمه، لا تصل الى مستوى ان الاتحاد الافريقي انه يعمل كل جهده من اجل اخراج المنتخب الجزائري. السؤال موجه للاتحاد الافريقي، لكن يا بدر انت